رعب وخوف في الإعلام الإماراتي قبل مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب الجزائري بسبب ما فعله لاعبي المنتخب الجزائري في مباراة الرأس الأخضر برفعهم العلم الفلسطيني. والقطري ناصر الخليفي ينتصر للجزائر. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد اكتساح المنتخب الجزائري لمنتخب الرأس الأخضر بخماسية في المباراة التي رفع فيها رفقاء رياض محرز العلم الفلسطيني، وهذا الذي جن جنون الإماراتيين وبث الرعب في نفوسهم قبل مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب الجزائري في الإمارات. فقد صرح الشيخ منصور بن زايد مالك مانشستر سيتي وأدلى بتصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية، وقال على لاعبي المنتخب الجزائري احترام المصالح الإماراتية قبل مباراتهم مع المنتخب المصري وعدم رفعهم العلم الفلسطيني، لأن شركائنا الإسرائيليين سوف يحزنون بشدة ونحن نخاف على زعلهم. فنحن شاهدناكم رفعتم العلم الفلسطيني بعد فوزكم بخماسية على منتخب الرأس الأخضر وتزينتم بالوشاح الفلسطيني، فهذا غير مسموح به في الإمارات. فنحن عاقبنا محرز من قبل عندما كان يلعب في مانشستر سيتي عندما رفع العلم الفلسطيني، وهمشناه في مانشستر سيتي بجلوسه على دكة البدلاء، ولكن إذا تجرأ ورفع العلم الفلسطيني في قلب الإمارات فسوف نطرده من السعودية، لأن مصالحنا مع إسرائيل قبل كل شيء. فيما دخل على الخط ناصر الخليفي وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكاس القطرية، وقال إذا لم يتجرأ عناصر المنتخب المصري والجماهير المصرية من رفع العلم الفلسطيني في مباراتهم أمام المنتخب الزامبي، فأنا متأكد أن المنتخب الجزائري بقيادة رياض محرز سوف ينزلون من الطائرة إلى الإمارات وهم يلبسون الوشاح الفلسطيني وسوف يرفعون العلم الفلسطيني من قلب أبو ظبي لمساندة إخواتهم في غزة. فدائما الجزائريين وعناصر المنتخب الجزائري يرفعون العلم الفلسطيني بجانب العلم الجزائري دائما، ففلسطين بالنسبة للجزائر حياة أو موت، ونحن كقطر نساند لاعبي المنتخب الجزائري ولن نسمح بأي عقوبة إماراتية على عناصر المنتخب الجزائري وخاصة رياض محرز. وإذا تدخلت الإمارات وقامت بطرد رياض محرز من السعودية فأبواب باريس سان جيرمان ستكون مفتوحة له في أي وقت. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.